السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ مزيانين؟ اموركم على خير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وتكونوا دوزتوا نهاركم بخير وعلى خير، وتكونوا بصحه جيده ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الوصفه اللي هي اش غادي نقول لكم، ماشي كيك وماشي حرشه وماشي حتى بسبوسه، كتجي ساهله واقتصاديه وسريعه في التحضير. تحضروها في الكوتي او لا الا جاوكم الضياف على غفله، راه غادي تنفعكم بزاف بزاف البنات، صدقوني وجربوها. كما كنقول لكم دائما جربوها وعلى ضمانتي، واللي جرب شي حاجه يرد عليا في التعاليق كيف جاتو، واش صدقات له ولا ما صدقاتلوش. ومرحبا بالتعاليق ديالكم كامله كيف ما كانت. مادام انكم علقتوا على شي وصفه او على فيديو، الا داك التعليق غيحفزني وغيزيد انه يعطيني الجهد باش نعطيكم وصفات اللي هما ساهلين واللي كيكونوا مجربه بطبيعه الحال. هنايا البنات الوصفه ديالنا بسم الله غادي نحتاجو فيها بيضه واحده كامله. غادي ناخدو بيضه تكون بحراره المطبخ البنات، جبتوها من الثلاجه قبل ما تستعملوش في اي وصفه ديالكم البنات. بحال مثلا هكا ديال الفران اللي كيحتاجوا انهم يدخلوا الفران، ما تستعملوش البيض يكون من الثلاجه نيشان تستعملوه، لا. حاولوا تجبدوه قبل عاد تستعملوه. كيف ما قلت لكم البنات، هنايا عندي بيضه واحده. غادي ناخذ واحد الساشي ديال فاني باش غادي نسم هاد الوصفه ديالي. هنايا البنات ما بغيتوش ديروا الفاني، ممكن ديروا قشور الحامض، قشور البرتقال، النكهه ديال الروح اللوز، مهم اللي بغيتو. النكهه دائما كتبقى على حسب الاختيار ديالكم وعلى حسب الذوق ديالكم. هنايا كما قلت لكم خديت بيضه، ساشي ديال فاني، نص كاس ديال السكر سنيده، غير نص. غادي نحرك مزيان داك السكر مع البيض والفاني باش السنيده ديالنا تذوب وتجانس مع داك البيض. كيف ما كتشوفوا هنايا خديت واحد القبيصه ديال الملحه لتصحيح الذوق فقط. صافي هنايا غادي نحرك مزيان 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 هاد السنيده هادي مع البيض. عاد غادي نكمل باقي المكونات. صافي يا البنات، من بعد ما غادي نحرك مزيان سنيده مع البيض، غادي نضيف عليهم نص كاس ديال الزيت. يعني القياسات اولا العباره البنات راني كنعبر بكاس عنبه، راكم عارفين. يعني نص كاس ديال السنيده ونص كاس ديال الزيت. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا غادي نحرك كلشي مزيان، وغادي نضيف عليهم نص كاس ديال الحليب اللي غادي يكون سخون البنات، ماشي دافي وماشي بارد. نص كاس حليب يكون سخون، يعني من فوق البوطه نيشان استعملوه. نص كاس ديال الحليب يكون سخون، ونص كاس ديال الماء حتى هو يكون سخون. غادي نسخنوه، عاد غادي نضيفوه على هاد الوصفه هادي. غادي نحرك كلشي مزيان. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا في الفيديو راني هكا درت صبعي في داك الحليب. يعني خصو يكون كيحرقكم، ماشي يكون دافئ. والماء كذلك حتى هو ضروري البنات يكون سخون، لا الحليب ولا الماء. صافي هنايا خديت الكاس الاول ديال الفينو، هذا هو اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفه ديالنا، الفينو. وخديت الكاس الثاني كيف ما كتشوفوا فقط. صافي جوج كيسان راه كافيين. غادي نحرك الكل مزيان مزيان. غادي ناخذ واحد ساشي ديال خميره الحلويات. انا دائما الخميره كنخليها هي التاليه من الاحسن باش هاد الوصفه هذه تطلع لكم. يعني خليتها هي التاليه، خديت ساشي وحده صافي وحركت مزيان هاد الخليط. كتشوفوه البنات جاري ولكن راه عادي، يعني
غتخليوه ديك المده فين غادي تاخدوا هاد القالب ديالكم فين غديروه اولا المول. ديك الوقيته اللي غادي تدهنوا المول وترشوا عليه الفينو غادي يكون الخليط ثقال واحد شويه. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا ما بقاش الخليط بحال الاول، يعني راه عادي الفينو راه كيشرب صافي. البنات انا درتو في هذا المول، انا درتو غير في هذا المول هذا ديال الكيك اللي كيتحل من الجنب صافي. وغادي نديرو في الفرن. حاولوا البنات، انا كنديرو فوق واحد المقيله اللي كتكون ثقيله، عاد كنديرو في الفرن باش ما يتحرقش ليا. انا عندي الفران شويه خفيف، ولكن من احسن ديروا هاد القضيه هذه صافي. هنايا البنات خديت الكريم باتيسير. هذه البنات كتبقى على حسب الاختيار ديالكم. انا خديت كريم باتيسير. الا ما عندكمش كريم باتيسير ديروا غير داك دانون بحال شكل مثلا بحال شكل بيرلي اللي كيكون القوام ديالو كريمي. غديروه هكا في واحد البوش وتبقاو تزينوا هاد الخطوط هادو كيبقاو على حسب الاختيار ديالكم صافي. وندخلها الفرن طيب، راه دغيا كطيب. وها هي البنات كيف ما كتشوفوا جات غزاله، جات رائعه. صدقوني والله الا جات فنه. وكيف ما شفتوا راه المقادير ساهلين وبساطين واقتصاديين، ولكن المذاق راه جاي غزال. هنايا البنات راني زينت بالزنجلان. مهم نتوما تزين ممكن تزينوا بلوز ايفيلي ولا اللي عجبكم كما كنقول لكم دائما. حتى لهنايا وصلنا لنهايه الفيديو الغزالات ديالي. كنقول لكم كنحماق عليكم بزاف، ما تنساونيش من اللايكات ديالكم الزوينه والتعاليق ديالكم. خليتكم على خير البنات، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله وفي وصفه جديده. السلام عليكم.